الترانزستور مش أهم اختراع في التاريخ. لو انت فاكر انك هتطلع في الفيديو هو مكون من ايه وازاي بيشتغل اطلع. احنا جايين نحلل نمط التفكير اللي عمل لنا الحاجة دي، ومش هقول انه العقل ولا قلب ولا عضلات الكمبيوتر ولا حاجة زي كده في الفيديو، لانه احنا لما عملنا مش قلدنا الطبيعة، احنا جبرناها. ولو انه كلام مش دقيق، احنا حاولنا في الحقيقة من غير ما نعرف. ده كله هري، مش مهم نوعا ما. الأهم هو طريقة التفكير والعقل اللي خلتنا نوصل لحاجة زي كده. لأن الترانزستور ما جاش من عبقرية لحظة، هو نتيجة ضغط. كل ما نبني نظام، النظام بيعمل لنا مشكلة، وكل مشكلة بتجبرنا إن نخترع لها أداة جديدة. زمان كان عندنا لمبات مفرغة شغالة لكنها ضخمة وبتسخن وبتبوظ، فالنظام الإلكتروني الأول خلق أزمة، والأزمة خلقت سؤال: إزاي نتحكم في الكهرباء من غير ما نحرق الدنيا؟ السؤال ده هو اللي ولد الترانزستور. لكن هنا الجزء الأهم: الترانزستور نفسه بسيط جدا، قطعة مادة مكون من 3 أطراف وإشارة صغيرة بتتحكم في تيار أكبر. العبقرية مش في شكله، العبقرية في النمط التفكير اللي وراه. العقل البشري اكتشف حاجة خطيرة جدا: لو قدرت أتحكم في حاجة صغيرة جدا أقدر أبني منها نظام ضخم كبير. ومن هنا بدأ نمط جديد في التاريخ. مش نبني جهاز ضخم، ولكن نقدر نعمل وحدة صغيرة قابلة للتكرار. كررها آلاف المرات تعمل لي دائرة، كررها ملايين المرات تعمل لي معالج، كررها مليارات المرات تعمل لي عالم رقمي كامل. الترانزستور مش مجرد مكون إلكتروني، هو أول مرة نفهم إن القوة مش في الحجم لكن في قابلية التكرار. وده نمط التطور الحقيقي للاختراعات: نظام يعمل مشكلة، المشكلة تعمل أداة، والأداة تبني نظام أكبر، والدائرة تفضل تتكرر. اللي حصل مع الترانزستور مش صدفة، هو انعكاس لطريقة العقل البشري نفسه إزاي بيشتغل بيها. اللي حصل مع الترانزستور مش صدفة، هو انعكاس لطريقة العقل البشري مع نفسه بيشتغل بيها. وحدات صغيرة من الخلايا العصبية متوصلة بنمط معين بتخلق وعي. خليني أقولها بوضوح: الترانزستور لوحده ملوش قيمة تقريبا، مجرد قطعة من السيليكون ب3 أطراف، مفيش شاشة، مفيش إنترنت، ومفيش ذكاء اصطناعي. القيمة الحقيقية ظهرت لما بدأنا نسأل سؤال مختلف: إزاي نوصلهم ببعض؟ هنا بدأ التحول الحقيقي. العقل البشري بيشتغل بنفس الطريقة: خلية عصبية لوحدها مش وعي، لكن ملايين الخلايا متوصلة بنمط معين تدين العقل. نفس الحاجة حصلت في الإلكترونيات. مش مهم إن عندك ترانزستور، المهم شكل الشبكة اللي هتوصله فيها. بوابتين AND معهم OR معهم NOT، يبقى عندك قرار منطقي. شوية قرارات منطقية متوصلة ببعضها البعض بقى عندك حساب. حساب متوصل بذاكرة بقى عندك برنامج. برنامج متوصل بشبكة بقى عندك عالم كامل. النمط دوت هو سر التطور، مش تطور في الحجم لكن تطور في الهندسة. زمان كنا بنحاول نزود القدرة بإننا نكبر الجهاز. بعد الترانزستور بدأنا نزود القدرة بإننا نحسن التوصيل. كل جيل جديد من المعالجات مش مجرد ترانزستورات أكتر، لكن طريقة توصيل أذكى. عشان كده شركات زي انتل مش بس بتطور الترانزستور، لكن بتعيد تصميم الشبكة الداخلية في كل مرة. يلا نراجع الدرس: 1. نخلق أداة جديدة. 2. نكتشف أن قيمتها مش في ذاتها. 3. نكتشف أن القوة في العلاقات بينها. 4. نبني نظام أكبر. 5. النظام الأكبر يعمل لنا قيود جديدة. 6. القيود تولد ابتكار جديد. التطور مش خط مستقيم، هو حلقة ضغط واستجابة. الترانزستور علمنا درس أعمق من الإلكترونيات: القوة مش في الوحدة، القوة في النمط. ونفس المبدأ هو اللي بيحكم الشبكات العصبية والإنترنت والأسواق المالية وحتى المجمعات. العقل البشري قادر إنه يعمل حضارة رقمية مش لأنه اخترع قطعة ذكية عبقرية، لكن لأنه فهم إنه الذكاء الحقيقي بيظهر لما التوصيلات تبقى منظمة. ونفس الفكرة: 3 أطراف صغيرة من السيليكون متوصلة بنمط معين خلقت حضارة رقمية. خليني أقولك على المفارقة: الترانزستور كان محاولة للتحكم في التيار، لكن اللي حصل فعلا إحنا اخترعنا طريقة للتحكم في السلوك. 0 1 افتح واقفل، قرار بسيط بس يعني إحنا بنشوفه معقد، لكن لما القرارات دي تتوصل ببعض بنمط معين بيظهر حاجة جديدة تماما: ذكاء اصطناعي، أنظمة توصيل، وسيارات ذاتية القيادة. مش لأن الترانزستور بقى ذكي بس، بقى عندنا
نمط أعقد. خد مثال، الشبكات العصبية الصناعية اللي بتشغل نماذج زي ال OpenAI مش مبنية من حاجة سحرية، هي في الآخر مليارات الترانزستورات بتنفذ عمليات رياضية بسيطة جدا لكن متوصلة في شبكة ضخمة. نفس النمط، وحدات صغيرة، توصيلات معقدة، وأسلوب ناشئ. وهنا المفاجأة، احنا ما اخترعناش حاجة جديدة تماما، احنا كررنا نفس مبدأ الترانزستور لكن على مستوى أعلى من التجريب. الترانزستور بيتحكم في التيارات، والمعالجات بتتحكم في العمليات، الشبكات العصبية بتتحكم في الأنماط، الذكاء الاصطناعي بقى بيتحكم في القرارات. كل طبقة هي نظام جديد، وكل نظام بيخلق مشكلة: استهلاك في الطاقة، حرارة، تعقيد، تحيز، وأمان. وكل مشكلة بتجبرنا إن احنا نبتكر أداة جديدة. وده نمط تطور الاختراعات الحقيقي، مش إننا بنخترع أشياء، احنا بنخترع طبقات، كل طبقة بتعتمد على اللي قبلها، وكل طبقة بتضغط على اللي بعدها. الترانزستور كان طبقة، المعالج طبقة، الإنترنت برضو كان طبقة، والذكاء الاصطناعي بقى طبعا ومنطقيا إنه طبقة. السؤال مش إزاي الترانزستور بيشتغل، السؤال الأهم إزاي العقل البشري قدر يكتشف إن القوة في النمط، ثم كرر الفكرة عبر أجيال من الأنظمة. من اللمبة المفرغة إلى الترانزستور، إيه اللي اتغير؟ اللمبة المفرغة كانت بتشتغل بفكرة حرارية: تسخن الفتيل، تطلع إلكترونات، تتحرك في الفراغ، نتحكم في التيار. يعني التحكم كان قائم على حرارة وفراغ وحجم كبير. علشان كده عشان كده أجهزة زي ENIAC سي، معلش بأمل إن يكون نطقتها صح، كانت بحجم أوضة كبيرة. الفكرة كانت فعالة لكن مكلفة جدا في الطاقة والمساحة والاعتمادية. المشكلة ظهرت بقى لما بدأنا نبني أنظمة أكبر، كل ما النظام يكبر الحرارة بتزيد والأعطال بتزيد والاستهلاك بيزيد، النظام نفسه بدأ ينهار تحت وزنه. وهنا حصل السؤال الجديد: بدل ما نسأل إزاي نسخن أفضل، بدأ السؤال يبقى هل نقدر نتحكم في الكهرباء من غير ما نعتمد على الحرارة أصلا. وده نقل التفكير من الهندسة الميكانيكية والحرارية إلى الفيزياء، المادة ذات نفسها. اكتشاف الحاسم في المعضلة كان أشباه الموصلات. العلماء لاحظوا أن مواد زي السيليكون والجرامينيوم مش موصل كامل ولا عازل كامل، لكن الأهم لو ضفتي شوائب بسيطة جدا، يعني ذرات مختلفة، تقدري تتحكمي في عدد الشحنات الحرة داخل المادة. يعني بدل ما تعمل فراغ وتسخّني يعني بدل ما تعملي فراغ وتسخّني إلكترونيات، تقدري تعيد ترتيب البيئة اللي الإلكترونات بتمشي فيها أو بتتحرك فيها. هنا ظهرت فكرة: ماذا لو صنعنا منطقة داخل المادة بتسمح بمرور التيار، ومنطقة بتمنعه، نتحكم بينهم بإشارة صغيرة جدًا. في سنة 1947 بيل لابس ده كان الأساس النظري للترانزستور اللي خرج من هناك. الفرق الجوهري: اللمبة كانت تتحكم في التيار عبر الفراغ، والترانزستور بيتحكم في التيار داخل مادة صلبة، مفيش تسخين ومفيش فراغ، مفيش حجم كبير، تحكم زر. لما نجح أول ترانزستور كان مجرد مضخم إشارة، لكن العقل البشري لاحظ نمط مهم جدا: لو قطعة واحدة تقدر تمثل حالتين، بيمر تيار وما بيمرش تيار، يبقى تقدر تمثل 0 و1. وهنا حصل القفزة الفكرية: مش بس جهاز إلكتروني جديد لكن وحدة منطقية قابلة للتكرار. بدأوا يجربوا دي لو وصلنا 2 ترانزستور بطريقة معينة، ولو عملنا OR دي بطريقة تانية، وNOT بطريقة تالتة. الموضوع مش ترانزستورات في حد ذاته لكن في شكل توصيلاتها. وهنا اتولد مفهوم الأنماط: بدل ما نصمم جهاز مختلف لكل وظيفة، بقينا نستخدم نفس الوحدة ونغير شبكة التوصيل. ده كان اكتشاف فلسفي قبل ما يكون تقني: القوة مش في المكون، القوة في البنية. الانتقال من اللمبة للترانزستور مش مجرد استبدال قطعة بأخرى، هو انتقال من تحكم ميكانيكي حراري إلى تحكم بنيوي داخل المادة، ثم تحكم شبكي عبر ده اللي سمح لنا نتحول من أجهزة ضخمة قليلة العدد إلى مليارات المفاتيح الدقيقة المتوصلة بنظام معقد جدا. اللي حصل هو تغيير في طريقة التفكير، من التحكم بالحرارة إلى التحكم بالمادة إلى التحكم بالأنماط. اللمبة المفرغة كانت محاولة للسيطرة على الإلكترون بالقوة، الترانزستور كان محاولة لفهمه ثم توجيهه. وده الفرق بين المرحلة ومرحلة في تطور الاختراعات. في الأول بنحاول نجبر الطبيعة،
بعدها نتعلم نشتغل معاها. والأعمق من كده العقل البشري لما واجه قيود النظام الأول ما حاولش يكبره، حاول يعيد تعريف الوحدة الأساسية. وده نمط بيتكرر في كل تطور حقيقي، لما نظام يوصل لحدوده مش بنضيف عليه، بنرجع نسأل ايه أصغر وحدة نقدر نعيد بنائها. الترانزستور كان إعادة تعريف للوحدة، ومن لحظة واحدة بس عرفنا نفهم إن وحدة صغيرة قابلة للتكرار ممكن تبني نظام لا نهائي تقريبا. وهنا بدأ العصر الرقمي، والسؤال اللي يفضل مفتوح: لو الترانزستور كان إعادة تعريف الوحدة في القرن العشرين، إيه الوحدة الجديدة اللي هنعيد تعريفها في القرن دوت؟ يمكن مش قطعة سيليكون، يمكن نمط معلومات، يمكن ذكاء، لكن النمط واحد: نظام بيخلق مشكلة، والمشكلة بتخلق لنا أداة، والأداة بتعيد تشكيل العالم. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، برجو إنكم تكونوا استفدتوا منها. عارفة إنها شوية متلخبطة ومش مترتبة، بس بتمنى إنك تكون يعني وصلك شعوري وأنا عم أحاول أعدل الحلقة دي بحيث إنه أنا ألمس فيك جزء معين وأثر فيك بشكل معين. دمتم سالمين.